السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ في الجزء اللي فات فسرنا أول 15 آية من سورة القيامة، والجزء اللي قبله قرينا سورة القيامة وخدنا مقدمة التفسير، والنهاردة إن شاء الله وفضل الله هنكمل تفسير سورة القيامة لحد آخرها. تابع الفيديو للنهاية وما تنساش اللايك والاشتراك يا صديقي، عيب عليك. يقول المولى سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني إيه بقى الكلام ده؟ ربنا بيقول لا تحرك به لسانك لتعجل به. سيدنا محمد لما كان بينزل عليه الوحي، سيدنا جبريل لما كان بينزل عليه بالوحي يعني كان بيعمل إيه؟ كان بيتسرع جدا في قراءة القرآن، لدرجة إن هو قبل ما سيدنا جبريل نفسه كان بيخلص القراءة سيدنا محمد كان بيقرأ وراه، لأنه طبعا خايف إن الوحي يتفلت منه. فربنا سبحانه وتعالى أنزل لا تحرك به لسانك لتعجل به. بعد كده طمن قلب النبي صلى الله عليه وسلم بآية جميلة جدا وقال له إيه؟ إن علينا جمعه وقرآنه. يعني إحنا علينا نجمعه، وعلينا نحفظه، وعلينا نكفله، وعلينا نضمنه، وعلينا نحط كله في صدرك. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني لما سيدنا جبريل، لما أمين الوحي جبريل يقرأ عليك القرآن اسمعه، وبعد ما يخلص قول وراه من غير ما تستعجل. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني إحنا علينا إن إحنا نبين لك أي معنى مظاهر لك، وأي معنى مش فاهمه، وأي معنى أخفي عليك. كل المعاني دي لازم نظهرها لك، لأن ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. ثم إن علينا بيانه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بينتقل لحاجة مهمة جدا، حاجة كلنا هنجربها وكلنا هنحضرها، ألا وهي الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يعني ليه انتوا بتحبوا الدنيا؟ ليه بتجروا وراها؟ ليه أي حد عاوزها؟ ليه كل الناس عايزة اللي في الدنيا؟ ليه محدش بيبص للآخرة؟ ليه سايبين النعيم المقيم؟ ليه سايبين النعيم الأبدي؟ ليه سايبين الأنهار والحور العين والقصور والبيوت اللي من ذهب والبيوت اللي من فضة؟ ليه سايبين كل ده وبتجري ورا نعيم زائل، نعيم فاني؟ الدنيا هتفنى يا صديقي، فاوعى تجري وراها، واوعى تحطها في قلبك، خليها بس في ايدك. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. العاجلة طبعا اللي هي الدنيا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني وجوه كده مشرقة وحسنة وجميلة بتنظر إلى خالقها سبحانه وتعالى. يا سلام يا صديقي، ربنا يوعدنا اللحظة دي أحسن لحظة هتقضيها في حياتك كلها، الدنيا والآخرة، اللي انت تشوف وجه الكريم الخالق الرازق اللي أعطاك كل النعم، واللي أعطاك كل المنح، واللي أعطاك كل العطايا، العين والودن والمناخير والفم والشعر والجسم، كل ده. تخيل انت تشوف اللي أعطاك كل النعم دي. يا سلام يا صديقي. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ربنا يجعلنا منهم. ولكن الطائفة التانية بقى اللي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا منهم. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. يعني وجوه، عارف انت لما تلاقي وجه كده حابس كده، وجه مضموم على بعض كده، جبهته مطبقة على بعضها كده من كتر العبوس، ومن كتر ان وجهه فيه عبوس، ان وجهه باسر. هو ده يا صديقي. ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. يعني بتتوقع ان في مصيبة كبيرة قوي، حاجة هتقسم فقرات الظهر، داهية كبيرة جدا، تظن ان يفعل بها فاقرة، حاجة صعبة جدا يا صديقي. اسأل الله عز وجل الا يجعلنا من هذه الطائفة. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كلا اذا بلغت التراقي. التراقي دي يا صديقي اللي هي عظام اعلى الصدر، عارف اعلى الصدر كده في شويه عظام كده، هي دي التراقي. تخيل بقى لما الروح بقى توصل للمنطقه دي، خلاص الروح صعد الى بارئها سبحانه وتعالى. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق. يعني ايه وقيل من راق يا صديقي؟ يعني عاوزين حد يرقيك بالقران وبالدعاء. ليه يا صديقي؟ لان العلاجات الدنيويه خلاص مش نافعه، الادويه الدنيويه خلاص مفعولها راح، ما تنفعش معاك في الوقت ده. وقيل من راق وظن انه الفراق. خلاص الفراق جه، الوداع جه، خلاص الدنيا انتهت. والتفت الساق بالساق. قيل يا صديقي ان هي اجتماع الساقين في الكفن، وقيل ان هي اتصال شدة نهاية الدنيا ببداية شدة الآخرة.
فتخيل يا صديقي اللحظة دي انت هتكون عامل ازاي فيها. وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. خلاص رايح له يا صديقي، جهزت لليوم ده يا صديقي، جهزت الاجوبة للاسئلة اللي هتتسألها يا صديقي، ولا قاعد تلعب وتتبع اهواءك، ولا قاعد تروح وتجري ورا الدنيا وتروح هناك وتروح شمال وتقف على الناصية وتبص وتعمل وتتفرج على حاجات. لا، ربنا شافك يا صديقي وانت رايح له الى ربك يومئذ المساق، كله هيروح له يا صديقي. فبالله عليك جهز عشان ما تجيش في يوم تندم، في يوم ما ينفعش فيه ندم اصلا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. يعني إيه بقى الكلام ده صديقي؟ أول حاجة فلا صدق ولا صلى، قيل إن هي نزلت في أبي جهل لعنه الله. فلا صدق ولا صلى يعني لا صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن ولا بوجود إله ولا الكلام ده كله، ولا صلى. الصلاة صديقي، الصلاة يا صديقي اللي انت دلوقتي غالبا كده بنسبة كبيرة ما صليتش. لو ما صليتش قوم صلي، ولو صليت كمل الفيديو. اوعى اوعى يا صديقي صلاة فوتك مهما كانت الظروف، اوعى صلاة فوتك. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. خلاص كذب واعرض بقى، يعني كل ما يشوف آية يا عم انت بتقول يا عم بقى، انت هتهزر بقى معانا يا عم، الكلام ده ادم خلاص. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ماشي بقى بيتبختر كده صديقه ويتمختر، هي دي معناها يتمطى. رايح لقاله كده وبيتبختر ويتمختر، فربنا بقى بيوعده بالهلاك وشدة العذاب. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هلاكك فهلاكك ثم هلاكك فهلاكك. شديد، وعيد شديد من ربنا سبحانه وتعالى لما يفعل هذه المعاصي. ومنها الصلاة برضه يا صديقي، تاني بنبهك عن الصلاة، اوعى اوعى صلاة تفوتك. تمام، نكمل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يعني أنت فاكر يا صديقي اللي أنت متساب كده في الدنيا، يعني طايح كده مالكش لازمة، مالكش هدف، مالكش غاية توصل لها؟ لأ، ربنا ما خلقكش وسابك كده، لم يخلقنا سبحانه وتعالى عبثا، ولكن في حكمة كبيرة اللي أنت تعبده يا صديقي وتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. اوعى بقى، حتة دي جميلة جدا يا صديقي، اوعى تتكبر. انت في يوم من الأيام كنت مجرد نقطة. عارف نقطة يعني ايه؟ يعني حيوان مني مع بويضة، حاجة كده بص يعني مقولكش، صغير كده يعني لا ترى أصلا. انت متخيل؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني انت، يعني المني اللي الناس بتتقرف منه ده، انت في يوم من الايام كنت اصلا كنت هو. فما تكبرش يا صديقي، ما تقولش انت مش عارف انا مين ولا ايه. لا يا صديقي، ايوه انا عارف انت مين، انت عارف انت ايه، انت مجرد في البداية كنت نقطة، وفي النهاية هتبقى جيفة قذرة، هتبقى حتة عظمة كده مرمية ملهاش لازمة، وهتبقى تراب. عرفت انت مين يا صديقي؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. استغفر الله العظيم. ثم كان علقة فخلق فسوى، يعني بعد كده بقت علقة. سبحان الله، فعلا اكتشفوا العلم الحديث ان فعلا في الوقت ده بتبقى متعلقة بجدار الرحم، حتة صغيرة كده، حتة لحمة صغنونة كده، حتة دم، بص نقطة كده، نقطة متعلقة بجدار الرحم. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، يعني خلى صنفين، الذكور والإناث. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ اللي باقي بينكروا البعث بقى، يقول لك احنا مش هنبعث أصلا. يعني أنت عبيط. يعني سبحان الله، ربنا رد على الموضوع ده مرتين في السورة دي. أول مرة في بداية السورة، فاكر يا صديقي؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فاكر البنان يعني صديقي؟ يعني بصمة الأصبع، عولة الأصبع اللي في الآخر دي، ربنا قادر يعيدها. وهنا تاني بيقول لك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يعني اللي خلق عمل كل ده ما يقدرش ان هو يرجع الحاجه دي تاني. بالعكس، يعني انت لما بتعمل زي ما قلنا كده المثال يا صديقي، لما بتعمل طبخه كده اول مره تبقى صعبه، بعد كده تبقى سهله عليك، فالاعاده اسهل من الخلق، وكل ذلك على الله يسير. يعني بس ده مثال بس كده للي عقولهم شايلينها وحاطين مكانها صينيه، لا صينيه كنافه تزعل. المهم، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يعني ده ما يقدرش سبحانه وتعالى، بلى بقادر سبحانه وتعالى على أن يحيي الموتى وكل ذلك عليه يسير. وبفضل الله يا صديق انتهينا من تفسير سورة القيامة. قلنا رأيك في التعليقات، قلنا رأيكم في ازاي، قولوا لنا وانت واحد ده. قول لنا رأيك في التعليقات. وبس كده يا صديقي عشان ما اطولش عليك، أسأل الله أن عنكم الهموم وشرح لنا ولكم الصدور، وأسعد أوقاتنا وأوقاتكم فإنه هو الحي القيوم، وأعلم أن فيه يحبكم فإنه علام الغيوب، كان من توفيق فمن الله.
وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.